الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الله أكبر على كل خائن، الله أكبر على كل عميل، الله أكبر على كل متمرد. ها هي ذا اليوم مدينة الدلن تلبث حلة الانتصارات من بعد 3 سنين عجاف. هي ذا اليوم تأتي السنين الخضر بإذن الله سبحانه وتعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هؤلاء الرجال الذين صمدوا في هذه المدينة، قيادة اللواء 54 سيادة العميد ركن أزاكي كوكو خالد وصحبه الميامين الذين قادوا الصبر ولاكوا الصبر ولاكوا بكل مرارة، وصبروا على هذه المدينة الصامدة. فكان لا بد لهم أن ينتصروا على الجوع وعلى الظلم وعلى ظلم ذوي الغربة. والحمد لله الذي وفق هؤلاء الرجال الذي أقف أمامهم اليوم، وهذا شرف وعزة لي أن أقف بين قادة كبار من قوات الشعب المسلحة. إذا كان القوات المشتركة مورال فوق أو قوات الشعب المسلحة الذين خاضوا هذه المعارك وجاءوا إلى مدينة الدلن نجدة لأهل الدلن ونجدة لأهل جنوب خردفان ونجدة للسودان عامة. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا. فهؤلاء الرجال الذين صمدوا الآن أنا أقف أمامهم من مدينة الدلن، هذه المدينة الشامخة، هذه المدينة الصابرة، هذه المدينة العصية عن الأعداء. هذه المدينة هي كانت بوابة لفتح كردفان وفتح دارفور، والحمد لله الذي وفقنا على أن نصمد في هذه المدينة. إذا كان قوات الشعب المسلحة أو كانت شرطة أو كانوا مستنفرين أو كانوا أهل الدلن عامة صبروا، لأنهم كانوا يعلمون بأن هنالك رجال سوف يأتون إلى هذه المدينة في يوم ما. والحمد لله الذي صدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فها نحن اليوم نحتفل من اللواء 54 الدلن بهذا الانتصار الباهر، وبإذن الله سبحانه وتعالى سوف تكون هذه الدلن، هذه المدينة كما كانت قاسمة الظهر أول مدينة تنتصر على الدعم السريع، فتكون إن شاء الله فاتحة خير لكل السودان بإذن الله سبحانه وتعالى. طالما أن هؤلاء الرجال الأخف أمامهم هم قادتي وهم الذين يقودوني، فابشروا الله أكبر، النصر سوف يكون لنا. وباسم قوات الشعب المسلحة وباسم اللواء 54 أرحب بكم في هذه المدينة، أرحب بكم في هذه المدينة قادة وقيادة، فنحن نحملكم فوق رؤوسنا. لما لا وأنتم الذين قد بثيتم الطمأنينة في قلوبنا وقد بثيتم الفرحة والانتصار على وجوه أهلنا، فكانوا بالأمس لم يناموا حتى الصبح. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وسدد رميكم وثبت أقدامكم ونصركم نصرا عزيزا من عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.